ربنا خلق الموت ويجب علينا أن نموت ونترك أشخاص خلفنا. ربنا خلق الموت والحياة ليختبرنا في هذه الدنيا ثم يجازيه في الدار الآخرة. اللي بيحصل للإنسان من الألم والحزن وفقدان الأحبة، وجود الألم والمصائب فهو من لوازم وجودك في هذه الدنيا. لا يظلم الله العبد مثقال ذرة، بل يعطيه الجزاء العظيم على صبره على البلاء، حتى يتمنى الناس يوم القيامة أن لو كانوا أشد الناس بلاء. يقول عليه الصلاة والسلام أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بمقاريض، فأقبل على الله وكن على يقين أن الله أعلم بمصالحنا من أنفسنا، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. الله قادر أن يتركك حتى أنت تتمنى الموت، فأظل الله ابن آدم بالموت. يقول عليه الصلاة والسلام لولا ثلاثة ما طاق ابن آدم رأسه ولجعل الدنيا دار حياة، الفقر والمرض والموت. خلق الله الموت اختبار لعباده، يعلم من يطيعه ممن يعصيه. الموت تصل النفس إلى اليقين بأنها مخلوقة للخالق ومخلوقة لغاية. لم يخلق الله البشر على خلقة قابلة للدوام، بل جعلهم خلائق في الأرض يخلق بعضهم بعضا. الموت نعم عظيمة لا تتآتى بالناس إلا به، فلولا الموت لما هنئ العين ولا طاب في الأرض ولا وسعتهم الأرزاق وضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق. لو لم يخلق الله الموت ماذا كان سيحدث لو تكسر الذبابتان دون موت؟ فإن الأرض ستمتلئ ذبابا وتغلف الكرة الأرضية خلال سنتين. بالموت يخلص المؤمن من نكد هذه الحياة والآلام إلى نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وسعادة لا تنتهي، وجنات دائمة. فما من مؤمن إلا والموت خير له.